اسمع لي. انا كنتحداك قدام المغاربه نشر رساله للمغاربه، كنتحداك وكاين شي اكثر منها، اتحداك تنشر رساله يقراوها المغاربه قدام هاد عباد الله. فقلت للنقيب الجامعي، قلت لهم شوفوا انا، قال لك انت ماشي شغلك، ولكن والحمد لله والله ما طلعت عليها من صيفطوها المحامي ديالو، والمحامي ديالو نقطه اخرى مهمه، ها هما المحامون يكذبوني. كنا في القاعه برا قلت له شوف ملي طرحت، قلت له انا عندي طلب واحد مع السي وهبي، قلت له وصل له هذه الرساله، قلت له قول له انا بغيت نستضيفه، قلت له ديك الشكايه ما يسحبهاش خليها، قلت له بغيت المغاربه يكونوا شهداء على بيني وبينه. بقاو كيضحكوا. ها هو المحامي بنزين، انا سميتك محامي ديال وهبي بنزينه، طلبت منك الطلب ولا ما طلبتكش؟ طيله المسار. قلت له قول له يجي للاستوديو، وهذاك الشيء قلت له راه حق ديال الشعب، قلت له جي وناقش معاه. كذبني السي بنزينه ويكذبوني المحامون في هذا الشيء، حيت انا كنت عايق بالفخ وبالمصيده. اكبر فخ هو المهداوي. انا ملي كتطلب الصلح ولا كتعتذر كتبان بحال ما عندك. انا تايق بالوسائل الاثبات ديالي، ونحلف لكم بلا ما نزيد نحلف على المغاربه، والله وتجيب القضاة ديال الكون، والله وتجيب القضاة ديال الكون، يا ما تتابعني بالقانون الجنائي واحد، قانون الصحافه، والله وتجيب القضاة ديال والله في الموضوع تاع البراءه. ودير معايا محاكمه عادله، ماشي بهذه المحاكمه اللي داز، دير معايا محاكمه، جيب الشهود، اعطيني الخبره على الصوت، خليني نبين الوسائل ديال الاثبات ديالي، دير معايا المواجهه، جيب الشاهد. اذا هذا نقاش محسوب. والنقطه الاقوى هي اللي غنقول دابا في هذا الموضوع كاع باش نساليو هذه الحلبه. عندما قرر القاضي السعداوي، ها انت السي السعداوي كنهضر قدامك وكنهضر قدام اللي حضروا في المحكمه، وهي القاعه كانت عامره، انا كنطلب من كل اللي حضر في القاعه يكذب، يكتب تدوينه في التعليق في هذه الحلقه يقول لي انت كذاب. جيت عند السعداوي ملي عاودها بزاف الجلسات، قلت له سيد الرئيس اسمح لي نهضر شويه، قال لي تفضل. قلت له سيد الرئيس، قلت له شي هذا الرسوم راه ديال الشعب، شي هذا السيد راه عنده خصوم مع مديريه الضرائب، قلت له واش غنتصالح شي حاجه ماشي ديالي، قلت له انا ما غير معني بهذا الصلح. شنو دار الوكيل العام لاول مره ما كانش كيدخل قبل، هو يدخل الوكيل العام، قال له حتى حنا المحكمه، حتى حنا سيدي الصلح. علاش ما بغانيش نعيش هاد زعما حتى حنا؟ كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه ولا ما كايناش؟ علاش دابا كتجيب هذا النقاش بهذه الطريقه زعما وتسيء للنقيب رساله وتسيء الاعراف وبهذه الطريقه؟ الشي هادي بوحده والله تخصني نطفي دابا البيسي، والله ما نزيد نهضر. ما كديرش هادي، انت وزير، انت مؤتمن على مشاريع قوانين، وتجي وتقول رساله النقيب ديالك اللي كنفتخر به، وكنفتخر بالمحامون كاملين. شنو زعما الهدف ديالك؟ صحاب لك زعما كتخطط انت زعما غندابز مع المحامون، غنقول لهم علاش درتوا ديك الرساله ولا شنو المخطط ديالك؟ محامي من حقه يشوف مصلحه الموكل، والرساله كانت سليمه وكتبت بمنتهى اللياقه، واحيي السيد النقيب وكنحيي المحامون كاملين. اش عندهم